دوامه كلنا موجودين فيها، لكن تفتكر الحل لما يكون النهارده زي امبارح زي بكره. لو جينا نبص بقى على طبيعتنا ككائنات بشريه هنلاقينا بنحب دايما التغيير وبنحب كل جديد في حياتنا. طيب لو بتفكر انك فعلا تتغير فده عمره ما هيحصل وانت بتقوم وتنام كل يوم على نفس العادات والطباع بدون اي تغيير فيها. وعشان كده فانت محتاج تبدا يومك بنيه واضحه وتنهيه بفعاليه اكبر. والنيه هنا انك تتغير مع نفسك وفي شغلك ومع اهلك وصحابك، علشان لو فضلت تعمل زي ما كنت بتعمل فانت هتفضل في نفس الصوره وهتاخد نفس النتائج. وانا هنا بتكلم في نقطه اعتقد قوي ان هي بتمس كل واحد فينا، وعشان كده محتاجين كلنا نعمل شويه مجهود ولو بسيط ونتنقل من حياه التشتت لحياه الانجاز. محتاجين اننا نتغير، وقبل كل ده نعرف ان التغيير عمره ما بيكون ابدا في يوم وليله. ما تجيش بعد ما تمارس عاده صغيره وتنتظم عليها الفتره تقولي اصلا انا حاولت وما نفعش. انت وقتها هتقول انا حاولت وما صبرتش، لان العادات بتحتاج انتظام وانك تكون مؤمن بيها، ومؤمن قبل كل ده انك محتاج فعلا تتغير. عادة بسيطة أو تصرف أو أسلوب ممكن تعمله مرة واتنين وتلاتة، لكن تيجي تبص لنفسك بعد فترة تلاقيك مش عارف نفسك والناس اللي حواليك ما عادوش عارفينك. ممكن الموضوع ده يوصلك لحاجة أحسن أو تبقى للأسوأ. كلنا عارفين المقولة اللي بتقول إننا في حياة بعض مجرد مراحل وفترات. جربنا إحساس إزاي إن لما حد عزيز علينا قوي أو بنحبه يغيب عننا سنة أو اتنين أو تلاتة ويرجع بنبقى شايفينه هو نفس الشخص، لكن مش الطباع ومش الشخصية اللي احنا عارفينها وتعاملنا معاها قبل كده. عارفين بقى الناس اللي ممكن تكون موجودة كده في حياتنا أو حوالينا ما كانش بقى هو الشخص الفظيع او اللي انت ممكن تكون حابب تكلمه او تتقرب منه، وكانت حياته ماشيه بالريتم الهادي اللي هو ممكن نقول هنا كده ومحلك سر، لكن فجاه بقيت تسمع عن نجاحاته وانجازاته وازاي بقى هو الشخص الناجح اللي انت مش عارف هو ازاي عمل كده او وصل ازاي للمرحله دي. بس اقول لك خليك متاكد كويس جدا ان مفيش اي تغيير او انجاز بيحصل فجاه. انك تتخلص من عاده سيئه موجوده جواك ده بالظبط زي ما تكون بتتخلص من شجره بلوط قويه محتاجه جهد وتعب. ما تيجي نبص كده على الاشخاص اللي حوالينا، لو كان مثلا طباعهم وحشه او حتى لو فيا او فيك طبع مش كويس محتاجين اننا نغيره. تفتكر اننا اول ما نكتشف كده طبع مش مناسب لينا او انه مضايق الناس اللي حوالينا هنقدر كده نغيره في لحظه؟ كنت بستغرب اول لما اسمع مقوله الطبع يغلب التطبع. اللي ما تعرفوش بقى ان الطبع اصلا بيبقى موجود جوانا ويمكن بنتولد بيه. عشان بقى نغيره محتاجين اننا نكتسب عادات يوميه او عادات مستمره. وللاسف الموضوع مش مقتصر بس على مجرد اكتساب عاده، ده انت بتجاهد نفسك علشان تفضل مستمر عليها. وده بقى بالظبط اللي هيودينا للكتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه لستيفن ار كوفي. ومين فينا مش حابب يبقى الشخص المبهر واللي دايما كده بيلمع؟ واللمعان هنا بيختلف تبع لمبادئ واتجاهات المجتمع اللي انت موجود فيها. ده هيخلينا نروي الزهره اللي جوانا ونسيبها تكبر يوم بعد يوم. دايما الناس بتتبهر بالنتيجه الاخيره، لكن مفيش حد مهتم ابدا يعرف تفاصيل نجاحك ده كانت ازاي. ايه الصعوبات والمتاعب اللي عدت عليك؟ ايه الحاجات الصح اللي انت اتعلمتها؟ وايه الحاجات والعادات الغلط اللي انت كنت بتعملها واضطريت ان انت تتخلى عنها؟ ويفضل الشغل هو دايما محور الاهتمام اللي دايما بنتكلم عنه. وازاي ان شويه لخبطه بس بسيطه في الشغل كفيله ان هي تقفل يومك كله. ازاي انا بشتغل كل الشغل ده وبعمل كل المجهود الجامد ده وبتحس فعلا ان عمرك بيتسرق من غير ترقيه او حتى راتب زياده. واحنا هنا بنقول ان كل حاجه بتاخد وقتها. يعني لو كنت في الشغل الصح والمكان المظبوط المناسب للمؤهل بتاعك فاعرف بقى ان انت زرعت زرعه وبترويها ومستني بس ان هي تكبر. لكن بقى بالصبر والاستمراريه في الوظيفه بتاعتك ممكن بسهوله جدا توصل للبوزيشن اللي انت حابه والمرتب اللي انت عاوزه في الوظيفه بتاعتك. وهو ده بقى بالظبط اللي بيحصل لك لما تحاول تكتسب طبع جديد او عاده. التطور ممكن يبقى بطيء او ضعيف، لكن في الاخر بتنبهر من النتيجه اللي انت وصلت لها. عارف انت الشخص اللي انا جبت سيرته في اول الكلام وقلت لك لو انت قابلته بعد سنين هتلاقي نفسك مش عارفه؟ ده حصل عشان هو اكتسب عادات بسيطه او اتخلص من عادات تانية كانت موجوده ممكن يكون كان مميز بيها شويه. اما بقى بالنسبه للنجاح فهو بيفضل اسمى غايه كلنا بنعمل المستحيل علشان نوصل لها، بس للاسف بقى بنبقى مستعجلين جدا. وعشان كل حاجه بتيجي بالتدريج وباكتساب العادات، فنجاح برضو الدراسه بيجي بعد سنه كامله من التعب والاجتهاد والمذاكره. والغريب بقى في الموضوع ان كل تحسن او انتكاسه في حياتك بقى مرتبط دلوقتي بالعادات، وان انت تكتسب طبع او تتخلى عن طبع. واللي لاحظته بقى عليا ان التغيرات الكبيره اللي حصلت في حياتي كانت نتيجه تراكم تغيرات بسيطه حصلت بس على مدى بعيد وفترات طويله. طب تعرف بقى ان العادات دي كمان ممكن تاثر بشكل ملحوظ جدا على الاطفال وعلى نظرتهم لنفسهم؟ هتقولي ازاي؟ هقولك ان طفل
طول ما هو متعود يسمع طبع او سلوك انت شايفه فيه ودايما بتكرره على ودانه، خلاص هو بقى مقتنع ان هو الشخص اللي انت شايفه ده. يعني مثلا لو متعود ان انت تعرف الطفل الحاجات الايجابيه اللي بيعملها والسلوكيات الكويسه، تكرار الكلام الايجابي خلاه دايما مقتنع ان هو الشخص كويس اللي انت بتوصفه ده. وعشان مش كل الكلام اللي بنكرره على اولادنا بيكون كلام ايجابي، في اوقات كتير جدا بنقول لهم كلام سلبي وكلام مش حلو خالص علشان بنكون متضايقين منهم او مضغوطين بصفه عامه، وده بيخليهم يصدقوا الكلام ده ويبقوا فعلا الشخصيات اللي احنا صدرناها لهم. ومن هنا نوصل ان كل عاده عباره عن هدف يجب الوصول اليه، وده هيخلينا نتكلم عن كل العادات بالتفصيل في المرات الجايه. وعشان كده تابعوا معايا لو حابين نتعرف مع بعض على العادات السبعه.